السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى النهاردة هنعمل فيديو جميل. هنخش محلات التشاينيز في أمريكا، هنشوف أنواع كتير من أسماك مختلفة، هنشوف طريقتهم في التعامل مع الأجانب المصريين أيا كانت الملة. هم أساسا مش بيحبوا يتعاملوا بالإنجليزي كتير. محلات كبيرة قوي فيها أشكال وحاجات غريبة قوي قوي. هنشوف اسماك، وهو اهم حاجه انا كنت جايه للاسماك، وهنشوف كل الحاجه دلوقتي. بصوا في ضفادع، في تعابين للاكل. بصوا شايفين؟ يلا بينا على الفيديو كده. شايفين التعابين؟ هنشوف حاجات جميله جدا. شايفين بياكلوا ايه؟ بصوا بصي، بصلي بعينها ازاي عشان بصورك. دي طبعا الضفادع، ده حاجتهم. ايوه سيلي خالص. بس شايفين؟ يما حسيت انها هتنط عليا. حبيت كده اعمل لكم زوم عليها. شايفين؟ ادي الضفادع يا جمالهم. اديها نغزه كده تقوم تنط. بصوا شايفين؟ عايزه اوريكم حاجه بقى. ودي برضو تعابين، يعني تعبان محترم. بكام؟ بصوا بكام؟ $14، يعني 15 29 زي 15. شايفين؟ بصوا انا اخاف اجي جنبه بصراحه. هو قاعد في الميه ساكن، لكن انا لو جيت جنبه. شايفين ده بيتحرك ازاي؟ بصوا شايفين؟ يلا بقى مع بعض زي ما احنا شايفين كده نشوف حاجه. بصوا بقى، هنتفق مع بعض حاجه تانية. دي مكرونات، حاجات طبعا احنا برضو بنعتبر مش عارفينها، بس انا هفرجكم عليها. تمام؟ اهو زي ما انتم شايفين بالصيني اهو. تمام؟ دي حاجات بقى بتاعت الصينيين الموجودين هنا في امريكا. بصوا الانواع، طبعا مكرونات كتيره وغريبه، لكن هفرجكم الاشكال. بصوا زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ بصوا انواع مكرونات، هم طبعا بيحبوا الحاجات دي قوي 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 قوي. بصوا شايفين اشكال كتير كتير من الشكل ده. بصوا الشكل ده، حاجات اشكال كتير كتير، يعني التلاجة بعرض المكان بجد، اشكال والوان. بصوا شايفين هنا اهي كمان حاجات تعتبر على الاكل على طول. شايفين شكلهم بيحبوا المكرونه قوي. شايفين الاشكال؟ بصوا المكرونه دي، بصوا الوانها بستاج واخضر اهي. شايفين؟ طبعا حاجات كلها على الطريقه الصيني، اشكال طبعا مكتوبه كلها بالصيني اهو زي ما احنا شايفين. بصوا دي حاجتهم، هما ليهم مكان مخصوص كبير هنا اهي بعتبر فيها الوان. بصوا المكرونه دي لونها ايه؟ بني. دي كده مخضره شويه، دي محمره. بصوا دي يعني حاجه كده زي الشعريه كده. بصوا شايفين؟ في منها بقى ايه حاجات مطبوخه على الاكل على طول. شايفين؟ كل الثلاجات دي سبحان الله كلها مكرونات اشكال والوان غير اللي احنا. بصوا بقى الحاجات دي، انا طبعا مش عارفه الحاجات للصينيين الموجودين هنا، بس افرجكم برضو عليها. بس هسأل، لازم اعرف، لازم شايفين؟ كل ده اكلهم وحاجاتهم. شايفين؟ بصوا الثلاجه كبيره ازاي. بصوا فيها ايه ده ايه ده؟ كل دي حاجاتهم، حاجات هم بيحبوا ياكلوها. دي معجنات. بصوا
بصوا معايا، شايفين الحاجات دي؟ تعالوا بقى ايه، دخلنا على اللحوم. دي اللحوم تانية، تلاجة تانية فيها طبعا اللحوم دي كلنا عارفينها. اسعارها هنا الباكت ده ب 13 دولار اهو، و 42 سنت او حسب الوزن. الحاجات دي ب 12، اللي هي كباب الحله المفروم. بصوا الحاجات دي ب 11 دولار، وفتيك ده ب 9 دولار الطبق كله، و 36 سنت. بصوا شايفين الحاجات مفرومه، شايفين كباب بالشكل ده. دي حاجات الروز بيف، دي اللسان، ده لسان. وهنا ده مفروم، كل مكان عندهم مفروم الفراخ اهو. حاجات كده برضو لانشونات، طبعا انا مش عارفه في ايه الحلال، بس كلها اللحمه بتاعتنا اللي احنا بناكلها. على فكره اكيد في قسم طبعا اللحمه بتاعتهم، بس طبعا انا ما اعرفوش. شايفين كل دي حاجات يعني. هنا ممكن الدهن هنا ليه قيمه برضه، معمول له باكت، والباكت بكام؟ ب 4 دولار. تمام. لسه ما زلنا مكملين في اللحوم. في حاجات هنا على فكره على الاكل على طول. بصوا عاملينها ازاي، شايفين؟ احلى حاجه بقى ايه عندهم؟ رجول الفراخ دي عادي قوي قوي اهي، معموله باكت 5 دولار، يعني ب 150 جنيه، يعني لو حسبناها بالعمله بتاعتنا. شايفين شايفين عامله ايه؟ اطباقه بتتباع عادي على فكره وبياكلوها، يعني مفيش مشكله. بصوا شايفين، بصوا التلاجه تلاقي ايه، بصوا اشكال كتير قوي. بصوا الكتير ده لونه شايفين اسود، والله انا خايفه امسكه. بصوا عامل ازاي، انا مش عارفه ده ايه، بس انا هسال ولازم اعرف بجد ايه ده، ايه ده. انا اول مره اشوف كده حاجه سودا كده وتتاكل. دي حاجه زي الفرخه بس سودا ازاي، غامقه قوي. ايه ده؟ شايفين؟ كل ما اجي عند رجول الفراخ باكلها، احنا عاملينها باكت وبتتباع عادي، يعني عادي مفيش مشكله. شايفين؟ 6 دولار كمان. بصوا انا بقى هجيب لكم التلاجه كلها، بصوا من اولها كل ده. شايفين ان شاء الله. تعالوا هنا بقى ايه الحاجات اللي متلجه غير الحاجات احنا كنا فيها كانت فريش. بصوا الجمبري صغنن قوي 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 خالص. دي حاجات الاسماك برضو. بصوا حاجات كلها مجففه، عندهم اي سمك يخطر على بالك مجفف. يعني هنا بصوا في كل انواع الاسماك. السلمون هنا تقريبا هم بيحبوه، فالتلاجه مش كتير فيها. كل الاسماك هنا مجففه، مش متلجه، مجففه. هنا قسم المجففات. يعني مثلا هنا اهو شايفين ده نوع من انواع الاسماك. التلاجه عاليه قوي الدنيا طبعا شتا هنا. عفوا شايفين الكسارية؟ كل ده جمبري صغنن، ودي اسماك مجففه. طبعا الفسيخ اللي احنا بنحبه. شايفين كل ده الكسارية دي كلها بصوا قد ايه مجففه. وهنا بطارخ، حاجات كده جميله قوي، كله كله. وهنا ده الجمبري صغنن قوي. بصوا الجمبري ده لونه قوي بيبي. هنا البيت الباكت ب7 دولار و98 سنت، 8 دولار بس. في كام؟ 2 4 6 12 بيضه بس. الباكت فيه 12.
$8. شايفين البيض هنا، طبعا مش بيض اللي هو الفراخ بس، انواعات كتير. بصوا البيض ده شكله غريب ازاي، شايفين؟ بصوا انا بوريكم ان مش البيض بس اللي هو الفراخ، لا عندهم حاجات غريبه. شايفين المغلف في الحاجه الحمراء دي، ده بيض برضه، انواعات اشكال والوان. هنا طبعا حاجتهم زي ما احنا شايفين كده، دواتهم خشب. مختلفة وحاجات برضو تشبهنا. بصوا حبيت اوريكم حلوياتهم، حاجتهم. بصوا شايفين؟ بصوا هنا طبعا جبنات، دي بقى كل دي بصوا جبنات اشكال والوان. شايفين حاجات $6 زي ما احنا شايفين. انواع جبناتهم طبعا كتير. ده $5، ده ب35 سنت. بصوا دي كل ده تشيز، كل ده تشيز، جبنات اشكال والوان. اسعار متفاوته ما بين $5 ما بين $3 زي ما احنا شايفين، كلها اسعار. هنشوفوا بقى هنا اللبشكري عندهم عامله كام. عامله $3.79. تمام. ادي انواع جبنات الموتزاريلا، بصوا حاجات اشكال والوان والوان متفاوته. في الاحمر اللي هو زي التشيدر، في الفاتح او الابيض. كل ده بكام؟ اقول لكم انا $5، كيس $5. تمام. ده انواعات زبادي كتير عندهم. دي كل دي بصوا بقى هنا، كل دي حاجات ايه؟ شموع. دي شموع بتختاري الشكل اللي يعجبك. شايفين الاشكال؟ كل واحد طبعا ليه نظريه في الشكل اللي هو بيحب يختاره. شايفين؟ ده شمع، هم بيحبوا قوي حكايه الشمع دي اهو. بصوا بصوا ده شمع. تاخدي الكوبايه اللي بتحبيها والريحه اللي انت حباها. وهنا برضو دخلت على حاجات صيني اهو. بصوا حاجاتهم، الشعار بتاعهم طبعا موجود عليها. الفين دي بقى منتجاتهم طبعا، واسعارهم بالنسبه لهم حلوه. $3 $2. انا همشي لكم كده بقى ايه على الباقي، تتفرجوا على حاجاتهم، اكلهم، حاجاتهم الصيني. شايفين حاجات بقى برضو مكرونات، حاجات معلبات اكل، يعني الحاجه دي هتتاكل على طول، يفتحوها وياكلوها على طول. بصوا انا مش عارفه ايه يعني عشقهم في موضوع المكرونات على طول، بس هي برضو يعني كل ستاند اخشه لازم يكون فيه مكرونه. شايفين؟ بصوا قد ايه الستاندات دي كلها صيني كله. في حاجات كده مجففات. شايفين؟ زي ما احنا شايفين كده، حاجات كلها بتتفاوت الاسعار. انا جيت برضو بوريكم كده. بصوا دي بهارات وحاجات بيستعملوها في اكلهم، وهم ليهم طبعا حاجات معينه غيرنا احنا. بس يعني برضو المعرفه بالشيء حتى لو شفناها، يعني انا
يعني مش عارفه، في حاجات كتير غريبه. بصوا الحاجه اللي اكلهم ده، كل ده حاجتهم هم الصينيين هنا بيستعملوها. بصوا شايفين؟ بصوا هنا دي حاجات هم بقى عارفين، مثلا ده للجمبري الرز معين، ده برضو للجمبري. هم بيحبوا على فكره الاسماك تقريبا قوي. كل دي بهاراتهم. بشوف حاجه كده يمكن تنفعني، يمكن لا اكيد. ماشي. طبعا ده الدقيق. نعم شايفين؟ لا اللي عجبني بقى ان هم بيحطوا هنا في امريكا حقيقي يعني بالذات بيحطوا كل حاجه في ابوات، ما فيش كيس وورق والكلام ده. بس تاخدي الحاجه يعني تستعمليها، ما تحتاجيش ان يكون عندك اي حاجه للبهارات. شايفين؟ بصوا كده انت بتشتريها بالشكل ده على طول. بصوا انا ماشيه، شايفين؟ شايفين البرطمان ده ب$8. بصوا الحلويات اللي فيه. شايفين هنا بقى دي البسكوتات بتاعتهم. شايفين؟ عاملينها كده في معلبات. اسعارها $5. العلبة دي مثلا ب$8. الطبق ده فيه 2 4 6. دي كده حاجات زي حاجات اللي هي اللي اقول لكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دي مثلا المكسرات بتتعمل، بتحط جوه العجينه وبتتعمل كده زي بسكوتات جميله قوي. تمام. شايفين حاجتهم طبعا غريبه شويه. بصوا على حلويات. وانا هنا قربت كده خلاص نهايه جولتي. داخله هنا على السيلر عشان هدفع الحاجات اللي اشتريناها. تمام كده خلصت الفيديو. يا رب يعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش من اللايك والشير، ويا ريت تشتركوا في قناتي عشان ينزل لكم ان شاء الله كل فيديوهاتي الجديده. تمام. شايفين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده انا خلاص خلصت. السباك فتحني تمام.